نبداو على بركة الله. كنحتاجو واحد 3 ديال البيضات يكونوا بحرارة المطبخ، كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيده، 2 خمارات حمرين، وواحد فاني. هنايا عندي 3 ديال الساشيات ديال الكاكاو، ممكن انكم تعوضوهم بالكاكاو، البودر ديال الكاكاو ديال العبار. انا غير عندي هادو صراحه كيجيو حتى في اللوغو ديالهم مزيانين. عندي واحد يوغورت ديال الشكلاط، حتى هو ممكن تعوضوه يا بكاس حليب ولا باي يوغورت يعني متوفر عندكم، فاني ولا بنان، المهم اللي كان عندكم. كنبقاو نخلطوا هذوك العناصر، يعني البيض وسنيده والفاني، وكنطربوهم سواء بالطراب الكهربائي اولا بالطراب اليدوي. المهم غير داك الشيء يتخلط لينا ويتجانس كيف ما كتشوفوا، كيف ما يبان لكم في الفيديو. من بعد كنزيد الزيت، كاس ديال الزيت، وكنعاود ثاني نستمر عاود ثاني في الخلط حتى كيمتزج ليا مزيان. هنايا انا راني ضفت واحد الكاس ديال القهوه سريعه الذوبان، غير ما تكون فرمش ليا يعني في التصوير، مهم نتوما ضيفوه، فهو راه كيزيد الكيك واحد اللذه وواحد المذاق اللي كيجي خطير. وحتى الا كان عندكم النكهه ديال القهوه فديروا فيها واحد المعلقه صغيره او راس معلقه، هي راه كتجي رائعه. انا ما عنديش، اكتفيت غير بالقهوه. ومن بعد غنضيفوا هذاك اليوغورت ديال الشكلاط اللي قلت لكم، وحتى هو كيف ما سبق ليا قلت ممكن تعوضوه باي يوغورت عندكم في يعني متوفر عندكم في الدار. من بعد غادي نبقى نخلطو مزيان حتى ينسجموا لينا هذوك العناصر. ومن بعد غادي نضيف هذوك 3 ديال الساشيات ديال الكاكاو المور اللي انا شاركت معاكم. فانا هنا استعملت اقبال، فهما الصراحه عندهم الشكلاط واعر، سواء الشكلاط اللي كيدوب اولا البودره، عنده واحد اللوغو زوين وكيجي فيه هذيك المروره ديال الشكلاط. فبغيتو تستعملوا بحالي استعملوا، بغيتو ديروا اي ماركه عندكم، المهم انا غير كيبقى كاقتراح فقط. غادي نستمر في التحريك ديال داك الخليط حتى يولي عندي خليط متجانس. وكنضيف هادوك 2 ديال الخمارات من فئه 8 غرام كيف ما واضح معكم في الصوره. وكنستمروا في الخلط كالعاده، ضروري من التخلاط باش حتى هذاك الخليط يعني كيتجانس لينا، ويعني وكنحصلوا على واحد القوام اللي كيكون متماسك وزوين، يعني وحتى اللون كيولي يعني موحد. بالنسبه للدقيق انا حتى غنسالي، يعني ملي غندخل هاد الدقيق اللي عندي عاد غنقول لكم شحال دخلت، غنقول لكم شحال دخلت ديال الدقيق يعني باش نعطيكم العبار بالتدقيق. وكنبقى نخلط مزيان كيف ما كيبان لكم، ضروري انكم تخلطوا هذا الخليط باش تحصلوا على واحد القوام متماسك ولون موحد. فبالنسبه للدقيق فانا هنايا دخلت واحد 2 كيسان كبار ديال العنبه، وكيبقى على حساب الدقيق ديالكم، يعني واش النوعيه ديالو انه كيشرب ولا لا، وحتى على حساب البيض واش كبير ولا صغير. فإلا كان الدقيق ديالكم كيشرب ضروري غتزيدوا ديك 20 غرام ديال الدقيق، المهم بحال هكاك. بالنسبه للمول فانا غنستعمل معكم هذا المول العجيب اللي كاين تبارك الله دابا في الاسواق ديالنا، منتشرين وباشكال واحجام مختلفين يعني، وحتى الثمن ديالهم راه جد جد مناسب. فانا دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. فحتى هذا المول هذا يعني كيساعد على ان حتى الكيكه فاش كتطيب يعني كيعطيها واحد المنظر مختلف يعني على دوك المولات العاديين اللي مولفين كنديروا فيهم الكيك، يعني كيساعدها حتى في الجماليه ديالها انها كتكون يعني المنظر ديالها زوين يعني. وحتى التزيين ما كيكونش تزيين اللي هو كتير، يعني غير تزيين قليل، ومع ذلك كتبان لكم انها شي حاجه، المهم شي تغيير، كان واحد التغيير اللي هو زوين. بالنسبه للفران فانا غادي ندخلها على الفران يكون معتدل يعني ما سخونش بزاف وما باردش، وكيبقى كل وحده على حساب الفران اللي عندها. دابا الكيكه ديالنا راها كتوجد في الفران على نخرجها. دابا غادي ندوزو للكريمه اللي غادي نزينو بها الوجه ديال الكيكه ديال الشكلاط اللي اليوم شاركت معكم.
كنحتاجو فيها واحد الكاس ديال العنبه ديال الحليب السائل، مع واحد ساشي وحده ديال الفاني، مع واحد الملعقه كبيره ديال السكر، ممكن ديروا حتى لجوج معالق، انا غير كنبغي الحلاوه يعني كنبغيها شويه ناقصه. معلقه كبيره ديال النشا مايزينا، وواحد المعلقه ديال البودره ديال الكاكاو اولا ساشي وحده. كنشعلوا عليهم البوطه يعني في واحد النار اللي كتكون مهيله، وكنبقى نحركو مزيان هذاك الخليط حتى ينسجم لينا مزيان هذوك العناصر، يعني ما كيبقاوش مكتلين لينا اولا دايرين لينا واحد الكويرات اللي صغيره. خص داكشي كامل يعني يدخل في بعضياته. من بعد ما وجدت الكريمه فهي كتقال في القوام ديالها، كتجي على هذا الشكل. وكنعتذر لكم لان التصوير ما باينش مزيان، فهنايا كانت عندنا شويه ديال الريح واضطريت انني نسد السراجم، واخا شعل الضو يعني ما باينش مزيان. المهم كنعتذر لكم. من بعد كتضيفوا عليها واحد اليوغورت يعني ديال الشوكولا، وكتخلطوا مزيان. وانتم باقيين شاعلين على البوطه، كتخلطوا مزيان حتى كيدخل هذاك اليوغورت مع هذاك الكريمه اللي حنا وجدنا، حتى كيدخلوا مع بعضياتهم. وصافي كنطفيو على البوطه ونخلوها تبرد واحد شويه، يعني واحد ثانيه ولا جوج فقط. فالكيكه كتجي على هذا الشكل كيف ما كيبان لكم. بصراحه هاد القوالب والله لا نعمه، يعني يعطوا واحد الجماليه للكيك وكيزينوها يعني بدون اي تزيين، بدون يعني حتى شي حاجه. حتى اللي بغى يعني يخليهم غير هكا يعني بلا والو، فهما كيجي المنظر ديالهم زوين وكيجي رائع كيف ما كيبان لكم في الفيديو. يعني صراحه شي حاجه اللي زوينه يعني، وما خسارش انك تشريهم، يعني ماشي مضيعه الفلوس يعني، بكل صراحه وبكل مصداقيه. فمن بعد ما كندير هذيك الكريمه على وجه الكيك، فالتزيين كيبقى اختياري واللي موجود عندكم في الدار. انا عندي هاد لي بول هادو ديال الشوكولا هما اللي استعملت، فانتم ممكن تستعملوا يعني اي تزيين بغيتو عطا الله. انا غير هادو عندي، فقلت علاش لا نزين بهم هاد الكيك هادي. كتجي على هذا الشكل هذا، وكتجي رطيبه، وكتجي حتى في اللوغو ديالها والله الا كتجي زوينه. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.